اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من حلقات قناتنا اندرويد كينج. هو حلقه جديده عن تطبيق ماسنجر من فيسبوك. التحديث بتاعه الجديد في اواخر 2016. ندخل كده على التطبيق. دي واجهه التطبيق بعد التحديث الجديد. زي ما انتم شايفين كده، هنا الاسامي اللي اتكلمتهم، هنا الفيفوريت المفضلين ليك، هنا الاكتيفيت ناو الناس اللي فاتحه دلوقتي، وهنا الباقي. اول خاصيه نتكلم فيها خاصيه الاس ام اس. فوق هنا الفيسبوك الماسنجر بقى يدعم الاس ام اس، ممكن تستقبل عليه الرسائل بدل ما تدخل على البرنامج العادي وتفتحه اسرع وانجز. يعني تدخل على الفيسبوك ماسنجر. تاني حاجة هنا علامة الهوم، علامة الزائد دي بيجيب لك 3 اوبشنات، 3 خيارات. لو هتعمل حاجة بالكاميرا، تسجل حاجة بالكاميرا، تعمل فيديو كول، او تعمل رسالة، تبعت رسالة. تاني خاصية هنا الاتصالات، الفيديو او الاتصال العادي. الخيار التالت اللي هو في النص ده اللي هو خيار جديد وملحوظ، خيار الكاميرا. لو نزلنا لتحت كده وهنا نزلنا لتحت كده هيفتح لنا اوبشن الكاميرا، وبياخد وقت. حضراتكم شايفين يجيب كده اي حاجة، مثلا المجسم ده. اول حاجة ممكن نضيف هنا شكل، مثلا نضيف هنا التلج اللي بيقع. لو دوست عليه كده هنا نضيف واحد القرن. هنا ممكن تنزل اشكال زي ما انت عايز. ممكن تجيب من الجاليري، ممكن هنا تكتب على الصورة اللي انت عايزه وتغير الخط بتاعك هنا بألوانه. في خاصية تانية في الكاميرا، ممكن هنا تضيف تعمل بوست على طول، مش لازم تصور. تكتب البوست هنا، تكتب اللي انت عايزه، وهنا هيحملك برضو تحط عليه حاجات، تعمل سيم يعني للبوست. مثلا لو دوسنا هنا على الصورة دي، هو بياخد وقت بس بيحمل عندي عشان النت ضعيف. انا هنا سيفتها، البوست اللي انا عامله ممكن اسيفه. ممكن بتغير الكالوري بتاعه من هنا فوق، تحط الاشكال، مثلا تخلي الشكل ده زي ما حضراتكم شايفين، وتغير في الاشكال بتاعتها. ولو عايز تبعتها بتدوس على علامة السهم ده، بيجيب لك الناس اللي انت تبعتها لهم. دي كانت ابرز حاجة في الكاميرا. نروح هنا علامة الجروبات، دي الجروبات بتاعتنا، الجروبات اللي انت عاملها. وهنا علامة الجروبات لو هتعمل جروب جديد، علامة الزائد. نروح للخيار اللي قبل الأخير أو الأخير في القائمة اللي تحت دي. هنا بيجيب لك كل الناس اللي كانت عندك، وهنا بيجيب لك الأكتيفيت ناو، الناس اللي فاتحة يعني دلوقتي. ناخد وقت بس قبل ما يحمل. في الخاصية هنا جديدة اللي هو بيجيب لك الناس اللي عندك على الفيسبوك والناس اللي مش عندك. ازاي؟ يعني لو انت واحد مش عندك وكنتوا بتتكلموا على الماسنجر، هو بيحفظه لك اوتوماتيك وبيجيبه لك هو فاتح ولا لا، كأنه عندك بالظبط. ازاي؟ ندخل كده تاني هو بيحمل. يعني دي مثلا قائمة الناس اللي عندي اللي فاتحين الناو. هنا يجيب لي بعض الناس اللي مش موجودين عندي. هو لو فاتحين هيجيبهم، مش فاتحين مش هيجيبهم. هو تقريبا دلوقتي كده مفيش حد فاتح، للأسف مفيش حد فاتح مش عندي. كل اللي فاتحين دول عندي. لو في أي حد مش فاتح هتلاقيه ظهر لك على طول، انت هتعرفه مع نفسك. مفيش حد. مثلا نشوف ده اهو، ده كان واحد بعت لي رسالة. هندخل نشوف دلوقتي فيو بروفايل. زي ما انتوا شايفين هو مش عندي اصلا، ده البروفايل بتاعه هو مش عندي. دي كانت ميزة جديدة. هنروح للميزة اللي بعدها، البروفايل بتاعنا. ده البروفايل بتاعك عادي، الضبط السيتنج بتاعك. نروح مثلا للميزات الجديدة برضو الإضافية، مثلا في الماسنجر
ممكن اغير هنا الايموشن، بدل علامة الاوكي دي اغيرها من هنا ايموشن، احط اللي انا عايزه، مثلا احط علامة اللي بتضحك بعتها. ممكن كمان نلعب العاب على الفيسبوك. ازاي؟ ممكن نروح نلعب لعبة الكورة، ابعت له الكورة دي كده وادوس عليها، دوس على الكورة كده تقعد تنططها. لعبة صعبة جدا يعني، تقعد تنططها يعني، تقعد تلعب بيها عبال ما ايه اللي انت بتكلمه وايه يرد عليك عشان ما تحسش بملل. نروح لتاني لعبة، لعبة الباسكت، ندوس عليها برضو كده. مش عارف اجيب جوه يعني، دي حاجة بتسليك عبال ما ايه اللي انت بتتحدث معاه ايه يكلمك. نروح بقى الخاصية الجديدة برضو، خاصية لسه نازلة اللي هي بتاعت الكريسماس. مثلا بعتنا دي كده، سامعني الصوت بتاعت الكريسماس؟ هو الصوت بس عمال يعمل عشان الايميل اللي انا بكلمه ده ايميل انا عامله تاني على الموبايل. وغير كده دي كل مميزات تطبيق ماسنجر الجديد، التحديث بتاعه جديد. وهنا طبعا لو هتعمل سيرش عن حد، دي كل حاجة كانت عن تطبيق ماسنجر. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش كالعادة تدوسوا لايك وسبسكرايب للقناة، وياريت تزورونا على صفحتنا على الفيسبوك. واشوفكم ان شاء الله في حلقات جديدة من قناتنا اندرويد كينج. مع السلامة.